نقلا عن رئيس قناة السويس 55 سفينة تم تحويلها عبر رأس الرجاء الصالح عبر قناة السويس خلال أقل من شهر. وطبعا هذا راح يمهد لطريق البهار ويخلي العالم تآمن بهالطريق. وطبعا مين اللي راح يسبب ويخلي العالم تآمن بهالشيء؟ الحوثي وإيران اللي وراه. لا قرد ولا منكي ولا ميمون ولا بالعبركوف وفش تخرج جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوثي بلش أخذ له سفينة، عمل مسبح ومزار سياحي وفندق، وطبعا جماعته دنابه كل يوم على صفحات السوشيال ميديا عمل وشال وحط. هو ما أخذ إلا هيدي وعم يضرب له كان ضربة خفيفة. وكل هالشي رح يأثر كثير على قناة السويس، لأنه الخاسر الأكبر من كل هالشي مصر. لما ناقلات نفط ولا حاويات إلى آخره ما تمر بالبحر الأحمر أو عبر قناة السويس، رح يكون هذا خسارة لمصر بالنهاية. وهذا رح يمهد لطريق البهار بشكل أسرع، لأنه الطريق هذا ما حدا رح يقدر يوقفه. ومين وراء؟ الحوثي. والحوثي ذنب من أذناب إيران. ودائما إيران شو بتقول؟ نحن ما لنا علاقة، صحيح نحن بنمول وبندعم، بس هن بيتصرفوا لحالهم. طبعا الأذناب ما فيها تتصرف لحالها أبدا، ما بتتصرف إلا بأمر من إيران، وإيران بأمر من اللي حطها واللي وصلها للحكم بهالشكل هذا. طبعا نحن عم نحكي عن الولي الفقيه، الولي السفيه، ياخذ أوامره من برا وهو بيعطي اوامره لذنابه. واخر شيء طريق البهار راح يكون ممهد والعالم كله راح يختار هالطريق هذا. اما بالنسبه لقناه السويس راح تنتهي بالمره، ومصر راح تنزبل بالنهايه بسبب بلحها وبسبب ايران وبسبب اذناب ايران اللي عاملين لحالهم مقاوله ومماتعه وبدهم يحرروا فلسطين. وهن شو عم يعملوا؟ ولا شيء، عم يضروا الفلسطينيين وعم يضروا الدول العربية بالنهاية. وبالنهاية كمان نفس الشيء المنطقة هيدي، خاصة مضيق باب المندب، أكيد راح يصير في قوات دولية مشان تحمي السفن، والسفن راح تدفع أتاوات مقابل هالحماية. لذلك كمان راح يعطي سبب لتدويل المنطقة وتدخل التحالف الدولي، الناتو إلى آخره، أمريكا ولا غير أمريكا. راح تتواجد قوات هناك بشكل مكثف مثل ما صار بالنسبة لوضع الكويت وتدخل قوات التحالف الدولي، وما بقى تطلع من المنطقة أبدا. صار عنده حجة. ونفس الشيء بالنسبة لبقرستان سوريا كمان صار عنده الحجة. كل ما دخلوا بمنطقة ما بقى بيطلعوا منها أبدا. طبعا لما يكون فيها استفادة من وراها مال ما بيطلعوا أبدا، إذا ما كان فيها استفادة بيطلعوا على السريع. وأما بالنسبة لأعمال الحوثي، السؤال هون قوات التحالف كل دول العالم، لو كانت جماعة الحوثي السنية كانوا سكتوا عنا لحد هلا، يعني واضحة جدا لو كانوا سنة كان صار تدخل سريع وقصفوهم ونهوهم عن الوجود، بس باعتبارهم من أذناب إيران وطبعا تابعين لإلهم وكله تمثيل تمثيل. بالنهاية راح يكون في استفادة لطريق البهار ولكل شيء بده إياه الغرب. طبعا السفن اللي راح تمر إذا ضل الطريق مثل ما هو راح تدفع عتاوات. وبالإضافة لطريق البهار، طريق البهار بده فترة لحتى يصير، مانو بشهر ولا بشهرين ممكن يزبط وينتهي، بس خلال الفترة هيدي راح ياخذوا عتاوات من كل السفن مقابل الحماية. وبالنهاية لازم الواحد دائما ينظر للمستفيد من كل شيء عم بصير. مين المستفيد الأكبر من كل هلا عم بصير بالبحر الأحمر؟ ومين الخاسر الأكبر؟ المستفيد هو اللي مدبر كل شيء، وطبعا دافع الحوثي ليسوي هالعمليات هيدي، لأنه عملياته حتى بحجة غزة لا عم بيفيد غزة، ولا حزب الشيطان حزب العواميد عم بيفيد غزة، يعني كله ضحك على اللحى. بالنهاية في شيء اسمه حاضنة، بتضحكوا على حاضنتهم شوي، وبالنهاية في لعبة تمثيلية، في حدا مستفيد كبير من كل هاللعبة راح يمرر اجنداته من خلال هالتلاعب هذا ومن خلال ضرب السفن، حجز السفن الى اخره. لا قرد ولا منكي ولا ميمون ولا بالعبركوف، فيلم هندي بالفعل وما بيصدقوا الا البهيم والحمار.
وبس لهون بدنا الفكرة توصل أكيد ما حتوصل بالعادة. لبني قريب بن شوعي وبني فليش بن كاي براي بن خشار وايس وبني بليح بن معايش بن توعيش بن طويز بن شحايش وبني قليب وبن زبير وبن تريك بن حمير وبن بحاري بن زواد بن سعيد إلى آخره من عبيد دكتاتوريات العربية وغير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحرام كل قوميات والطائف والأديان.